مرحبا يا صديقي، أهلا وسهلا بك في قناتنا، قناة محتوى مفيد، واللي هيكون فيها شغل عظمة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة لو مش مشترك، وتفعل زر الجرس والتنبيهات. قناة محتوى مفيد حيث الكل يستفيد. ويلا بينا نملى عقولنا بما هو جديد وسديد. خليني أحكي لك حكاية شاب بدأ أول مرة في حياته وهو صغير. كان دايما يحب يقعد في البيت وما يطلعش غير على الأكل والشرب وبس، وده لأنه وحيد ومش معاه إخوات ولا إخوان، يعني وحيد أمه وأبوه، ويعني برضه دلوعة ماما وبابا. والمعروف إنه دلع زي كده مع مرور الوقت هيكون عذاب ليه، ولكن مش هتصدق اللي حصل بعد كده. الواد من النوع اللي يحب يعاند دايما، وعرف إنه لازم علشان يكون شخص محبوب والناس تحترمه إنه يشتغل ويعمل فلوس بنفسه من غير ما يعتمد على فلوس أمه وأبوه. علشان كده هو قرر يشتغل، وأول شغلانة ليه كانت في سوبر ماركت، وكانت بسعر لا يذكر، ولكن هو كان فرحان بيها علشان هو لسه صغير وعرف يجمع شغلانة قريبة منه. لما بدأ فيها كانت أول مرة ليه يتعامل مع الناس، بحكم إنه هو ما كانش يتعامل مع الناس، ما كانش يعرف يتكلم ويتعامل مع الناس، وده طبيعي إنه يكون صعب على شخص في حالته يعمل كده. طيب بدأ واحدة واحدة يكتسب خبرة ويتعامل مع الناس، وتكون له نظرة فنية عن الناس. يعرف إنه مثلا الشخص اللي قدامه نصاب أو محتال بيحتال في الكلام علشان يقلل من السعر أو علشان ينصب عليه. ده خبرة اكتسبها مع مرور الزمن. عرف كمان يرتب البضاعة بشكل يجذب المشتري، عرف في الحساب وتحمل الضغط. بس دي كانت مجرد البداية. بعد فترة ليه حوالي 3 سنين ساب الدكان أو السوبر ماركت واشتغل في صيدلية، وبعد فترة فيها اكتسب شغف تعلم اللغة الإنجليزية، علشان معروف إنه الصيدلية محتاجة شخص على دراية بشكل أو بآخر باللغة الإنجليزية. وهو شغال كمساعد لصيدلي بدأ يطور من اللغة وتحسن فيها خالص، وخد خلفية عن الأدوية وفكرة عن إزاي يستعمل الكمبيوتر بشكل متمكن، وتعلم إزاي يستعمل برامج أدوية. بعدها بفترة سابها وراح اشتغل في قرية سياحية كأمن على سياح. بعد فترة اكتسب عادات حلوة كتيرة، زي مثلا أهم واحدة إنه يعتمد على نفسه في الأكل والشرب واللبس والنظافة. عرف شوية إزاي يطور من مهارات التواصل مع الناس، يكتسب صداقة جديدة. وهنا خليني أقول لك أهم حاجة، إنه يكون عندك دايرة معارف كبيرة. لازم خلي بالك طور من المهارة دي على قد ما تقدر. والعبرة يا صديقي كل مرة اشتغل فيها هو الولد ده اكتسب مهارة مختلفة، مرة في الحساب، مرة في التواصل، مرة في التحمل والصبر، مرة في فن البيع، مرة في استعمال الكمبيوتر. فدول مهارات انت بتكتسبها لما تشتغل. علشان كده بقول لأي حد بيسمعني دلوقتي، ما تقولش انا لسه صغير، ما تقولش هتشتت عن المذاكرة. انت تقدر توازن ما بين الشغل والدراسة، او ممكن عادي خالص انك تشتغل في الاجازة او في وقت فراغك. الواقع بيعلمك حاجات المدارس ما بتعلمهاش. دور على شغل حتى لو تحت بيتك، حتى لو في فرن عيش. كفاية انك تتعلم تتكلم وتتعامل مع الناس وتحل المشاكل بنفسك. واوعى تستنى مقابل مادي كبير. المقابل الحقيقي هو الخبرة، هو انك تبني نفسك. في الاخر كل واحد فينا بيكون عادة، وقتك اما هتقضيه في حاجة تبنيك او تهدك، والقرار في ايدك. والسلام عليكم ورحمة الله.